النهاردة هنعمل غدا سريع ومش هياخد منك وقت خالص. هنعمل بكاتا باللحمة بصوص كريمي ومظبوط وطعمه يجنن، ومعاهم شوية رز بالشعرية مفلفلين وريحتهم تفتح النفس. وهقولك أسرار تخلي الصوص يطلع معاكي مظبوط ولونه تحفة من غير ما يفصل منك. ده غير ان البكاتا بالطريقة دي بجد رهيبة. يلا بينا نبدأ على طول. عندي هنا نص كيلو لحمة شرايح رفيعة، تقدري تطلبيها من الجزار من وش الفخدة أو أي حتة تكون طرية، بس أهم حاجة ما تكونش سميكة. أنا بحب أتبلها ببصلة مفرومة وشوية ملح وشوية فلفل أسمر، واسيبها في التتبيلة دي يوم كامل في التلاجة. ولو مستعجلة سيبيها ساعتين بس. معايا كمان مشروم، والأفضل طبعا يكون فريش، بس أنا ما كانش عندي فاستخدمت المعلب عادي جدا. وكمان بصلتين مقطعين صغير، و3 معالق دقيق، و3 فصوص توم مفرومين ناعم، ورشة جوز الطيب، و3 كوبايات شوربة. ومعايا كمان كوباية كريمة لباني، ولو مش موجودة استخدمي كوباية لبن ومعاهم معلقتين قشطة. نيجي بقى لطريقة التسوية. في طاسة على النار بحط شوية من الزيت مع معلقتين كبار من الزبدة، وأول ما تسخن جدا بننزل باللحمة ونديها تشويحة حلوة. وهي بتتشوح حطيت شوية فلفل أسمر وشوية جوز الطيب، وبقلبها على الوش التاني. بعد كده حطيت كمان عودين روزماري فريش وعودين زعتر، بيدوا طعم وريحة حلوة قوي للحمة. وأول ما اللحمة تاخد لون الحلو ده بطلعها في طبق خارجي واسيبها لحد ما اشوح باقي الخضار. وفي نفس الطاسة بنزل برضو بالمشروم وبديله تشويحة كويس، وبعد كده بطلعه في طبق خارجي. وبعد ما شلت المشروم هحط شوية زيت صغيرين، وبعدين ننزل بالبصلة والثوم، وهنحط شوية فلفل اسود ونقلبهم بالراحة على نار متوسطة. ولازم ناخد بالنا مش عايزين البصلة تتحرق علشان الصوص ما يبقاش مر. هنسيب البصلة تدبل وتاخد لون خفيف، والثوم كمان يطلع ريحته بالشكل ده، وبعدين نشيله في طبق خارجي. نيجي بقى لأهم خطوة، وهي الصوص. في نفس الطاسة بحط معلقة كبيرة من الزبدة مع شوية من الزيت، وبضيف مكعب مرقة واسيبه يسيح مع الزبدة شوية. بعد كده بنزل بالدقيق، مهم جدا نقلبه كويس لحد ما يتشوح وريحته تطلع ولونه يغمق سنة بسيطة. بعد كده بنزل بالشوربة تدريجيا، وبقلبهم بسرعة علشان الصوص يطلع ناعم من غير أي تكتلات. بعد كده بضيف سنة بسيطة من الملح، مش كتير لأن الشوربة كان فيها ملح، وشوية من الفلفل الأسمر. وبعدها بنزل بكوباية الكريمة، وافضل أقلب لحد ما الصوص يتقل ويبقى كريمي وجميل كده. وأول ما نوصل للقوام ده بنزل باللحمة ومعاها المشروم والبصل، واسيبهم في الصوص على نار هادية حوالي نص ساعة لحد ما كل الطعم يدخل في بعضه، وهتطلع معاكي أحلى بيكاتا. نسيب البيكاتا تستوي براحتها ونعمل الرز. في حلة على النار بحط فيها شوية من الزيت ومعلقة سمنة، ونسيبهم يسخنوا. وبعد كده بنزل بالشعرية بحمرها لحد ما تاخد اللون الذهبي ده. بعد كده بنزل بالرز مغسول ومتصفي كويس جدا، وبحط الملح وبشوح الرز كويس جدا مع الزيت والسمنة لحد ما كل رزاية تتغلف بالسمنة. ودي خطوة مهمة جدا عشان يطلع معاكي مفلفل وريحته تجنن. بعدها بنزل بالمية السخنة يدوب تغطي وش الرز، وأول ما يغلي ويبدأ يتشرب بوطي النار واسيبه يستوي على مهله. وبكده الرز استوى معانا، شايفينه مفلفل ازاي؟
ودي بقى البيكاتا بعد ما استوت، شايفين شكلها عامل ازاي؟ والصوص كريمي ومظبوط، تحفة. الريحة كانت تجنن بجد، والطعم كان في حتة تانية خالص. أكلة سهلة وسريعة وتستاهل تبقى على سفرتك دايما. نغرفها بقى مع شوية الرز بالشعرية اللي عملناه. شايفين الرز مفلفل ازاي؟ والبيكاتا دايبة والصوص طعمه خطير. جربوها بالطريقة دي ومش هتغلط معاكم خالص. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير، واستنوني في فيديو جديد إن شاء الله.